السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. جربتوا قبل كده يا بنات تعملوا حواوشي الجمبري مع الكاليماري؟ بجد احلى ميكس. يعني مش بس اللحمه اللي بتتعمل حواوشي او الفراخ، كمان الجمبري والمأكولات البحريه ممكن نعمل منها كمان اجمل حواوشي. في الاول هتستغربوه بس النتيجه بجد غير متوقعه. يعني انا كنت بعمله وكنت متخيله نتيجه تانية خالص، ولكن عكس اللي توقعته تماما. اللهم بارك، محدش يعرف بجد طعمه غير الناس الاكيله، هي اللي هتعرف بجد يعني ايه حواوشي كاليماري او حواوشي جمبري. يلا بينا يا بنات نبدا الفيديو ونشوف المكونات وطريقه التحضير. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المكونات على طول. مبدئيا يا بنات كده انا معايا تقريبا في حدود ربع كيلو من الجمبري، طبعا متنضف ومتقشر ومغسول وحاشين كمان سلسله الرمل بتاعته. ومعايا كمان تقريبا في حدود برضو نص كيلو من الكاليماري، طبعا متنضف برضو ونقعاه كده في ملح وليمون وخل، يعني ثواني كده وبنطلع. بصفيهم طبعا من الميه كويس جدا. ومعايا كمان تقريبا 4 بصلات، حجمهم كبير، وكمان معايا 4 قرون كده من الفلفل الاخضر. كميه البصل يا بنات في الحواوشي لما بتكون كتير بتخلي طعم الحواوشي جميل جدا. كمان الكاليماري يا بنات لو انت جبتيه، ممكن في الحاله دي بتبداي تاخدي كده الواحده الكبيره او السليمه، تبداي تسيبيها كده بتكون حلوه في المحشي. وتاخدي طبعا اللي هي الصغيره اللي مش هتنفع تتحشي او اللي هي بتكون مقطوعه مثلا ولا كده، هتبداي طبعا تستغليها في الحواوشي او هتاخديها تعملي بيها الحواوشي. تمام كده. هبتدي بعد كده اخد البصل بقى هقطعه كده لقطع صغيره، وطبعا هضربه في الكبه وانعمه. طبعا انا مش عايزاه مبشور ومش عايزاه قطع كبيره، انا عايزاه كده يكون القطع بتاعته متوسطه، يعني ممكن كده يكون بادئ ان هو يخرج السوائل بتاعته. يعني مبشور ناعم جدا، مش مبشور في المبشره ان هو يبقى ينزل سوائل كتير، ولكن انا عايزاه يتفرم قوي. تمام كده يا بنات. بعد ما فرمته بقى بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هتحسوا في الوقت ده يا بنات ان هو كده بدأ يخرج السوائل بتاعته بسيطه جدا. هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه البصل يكون كده ظاهر في الحواوشي، يعني طعمه باين وشكله كمان بيكون باين شويه. بعد كده بقى في نفس الكبه وانا مغسلتهاش ولا اي حاجه خالص، هبتدي اجيب بقى الكاليماري، طبعا بعد ما صفيناه من الميه. وطبعا بعد كده هنبدا برضو ناخد معاه الجمبري على طول، وهنبدا ان احنا نحطه مع الكاليماري. هنبتدي طبعا ان احنا نفرمهم في الكبه ناعم جدا. الجمبري طبعا مغسول يا بنات، وكمان مصفينه زي ما احنا شايفين اهو. وتاكدي انت غسلتيه كويس وشلت سلسله الرمل بتاعته علشان ما يبقاش فيه اي حاجه كده في رمل ولا اي حاجه في الحواوشي. هفرمه بقى ناعم جدا، بالظبط زي ما هتعملي الكفته كده. اول بقى ما ينعم معانا يكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده يا بنات هبتدي بقى ان انا اخده واضيفه على كميه البصل اللي انا جهزتها. شايفين بقى قوامه بيكون عامل ازاي؟ ناعم جدا، هو ده اللي انا عايزاه. هحطه بقى كده على البصل، وهبتدي بقى ان انا اضيف باقي المكونات بتاعتنا. هضيف كده نص معلقه من الثوم المهروس. هنضيف كمان بقى البهارات، معايا كده معلقه كبيره من الكمون. هنضيف كمان نص معلقه من الفلفل الاسود. وهنضيف كمان معلقه صغيره من البابريكا. وهضيف كمان عليه نص معلقه من الكزبره الجافه. وهنضيف معلقه صغيره من بهارات الحواوشي. وطبعا هنظبط الملح بتاعه. بس كده يا بنات تبداي بقى قلبي بقى المكونات بتاعتك دي كلها، وكده خلاص عجينه الحواوشي بتاعتنا كانت جاهزه. عايزه اقول لكم يا بنات ان مش اللحمه والفراخ بس اللي ممكن نحضر منهم حواوشي. ممكن كمان زي ما احنا عملنا كده المأكولات البحريه نعمل منها حواوشي. ممكن تعملي كاليماري بس، ممكن تعملي جمبري بس، ممكن تعملي ميكس بين الكاليماري والجمبري. عايزه اقول لكم يعني خلاصه الكلام ان مفيش اي حاجه مستحيله يا بنات. احنا كستات بيوت لازم كده نغير في وصفاتنا ونعمل كده اكلات جديده علشان ما نملش من اللي احنا بنعمله على طول، يعني التغيير مطلوب. بعد كده يا بنات جبت بقى عيش الحواوشي، طبعا هو موجود في المخابز او عند بتوع الحواوشي اللي هم بيبقوا جنب الجزارين كده، بيبقى متاح عندهم برده. واحنا ممكن طبعا نعمله في البيت برده، بس ولكن المره دي انا حبيت ان انا اشتريه كده، ما كانش عندي وقت ان انا اعمله. فبدات اجيبه كده، وطبعا بتبداي تفتحي كده الرغيف نص فتحه علشان لما نيجي نحط بقى الحشوه فيه يكون كده مفتوح كويس معانا. هتبداي بعد كده بقى تاخدي اللحمه بتاعتك او الحواوشي اللي احنا جهزناه، وابداي كده حطي جزء او كميه مناسبه من اللحمه دي. لما تيجي تحطي كمان حطي كميه كبيره، ما تحطيش كميه صغيره، لان الكاليماري بطبيعته لما بيجي بيستوي بيبدا ان هو يكش شويه او يضمر معانا. فهتلاقي اللحمه فيه قلت. لما تيجي بقى حطي كميه كبيره علشان لما هو يستوي يكون لسه فيه جزء كبير. بخلص بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. بفتح كده الرغيف وابتدي اخد كده كميه مناسبه. هنفردها كويس بالشكل ده وخلاص. طبعا احنا ما ضفناش بقى اي مواد دهنيه خالص، ولا ليا ولا دهن ولا اي حاجه زي ما بنعمل مع اللحمه او الحواوشي التاني. لان هو اصلا الكاليماري بطبيعته بيبقى دسم كده وسمين برده، فلما يجي يستوي هتلاقيه برده نزل معاكم دهون في الرغيف بتاع الحواوشي. تمام كده. بس كده خلصت بقى كل الكميه اللي معانا بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم بقى لو انت عامله كميه كبيره وعايزه تحتفظي بيها في الفريزر، هتبداي برده تفرزيها بالشكل ده. حطي جوه كيس، وقبل ما قبل الاستخدام بتخرجيه قبلها على طول، مثلا بنص ساعه ولا ساعه يكون كده فك معانا، وابداي ان انت سويه.
جبت بعد كده الصاج بتاعي ودهنته كده بالزيت، وبعدين جبت بقى الحواوشي وبدات ان انا ارصه كده في الصينيه. في الوقت ده طبعا بكون سخنت الفرن بتاعي علشان يسخن معانا، احنا عايزين الفرن معانا يكون سخن جدا. بعد كده دهنت الرغيف من فوق بالزيت برضو. هتبداي كده تدهنيه برضو بالراحه كده لحد ما تغلفيه كله. وبعد كده طبعا بتدخليه الفرن. انا بحطه كده على الرف اللي هو تاني رف من تحت، ما بحطوش على الصاج اللي تحت مباشره، لا برفعه كده في يعني في تاني رف من تحت علشان يستوي براحته. هيقعد معاكي في الفرن تقريبا تلت ساعه. ما تستعجليش عليه يا بنات علشان ما يطلعش ني معاكم. اول ما بيبدا ان هو يستوي معانا ده بيكون بقى شكله بعد ما خرج، اللهم بارك بقى، شايفين الشكل والطعم والريحه ما اقولكوش. يعني بجد جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا بجد والله. يعني انا ما بنزلش اي حاجه يا بنات على القناه غير لما بكون جربتها واتاكدت ان هي كويسه جدا، وكمان حابه ان انتوا تجربوها. بس كده يا بنات، قدموه بالف هنا وعافيه. شايفين بقى اللهم بارك لونه جميل قوي ومستوي. وبجد طعمه حلو قوي. يعني جربوه وان شاء الله يعجبكم قوي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده يا بنات الفيديو بتاعي بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو واول مره بتشوفيني، ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس لو حابه يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده. وطبعا شكرا للجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.